السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للقناة لنشر المزيد من الأخبار. المنتخب العراقي. بعد جدل عدم قناعة كاساس بعلي الحمادي، اتحاد الكرة يوضح التصريحات المتداولة والمنسوبة لعضو المكتب الإعلامي والخاصة بمهاجم منتخبنا الوطني علي الحمادي تفتقد إلى الدقة. السبب الحقيقي لعدم استدعاء الحمادي يعود إلى ارتباط ناديه إبسويتش تاون الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز ب3 مباريات مهمة تتطلب تواجده مع الفريق، فضلا عن كون بطولة الخليج المؤمل انطلاقها في 21 كانون الأول الحالي في دولة الكويت الشقيقة هي خارج أيام الفيفا. عبد الله وبران نجم الكرة الكويتية. أشار اللاعب العراقي عبد الله وبران إلى أن المنتخب العراقي يتمتع بموهبة استثنائية، حيث قال: سبحان الله، تأتي الموهبة من الله. واعتبر أن المنتخب العراقي يعد من أكثر المنتخبات استقرارا فنيا وإداريا، مشيرا إلى أن المنتخب العراقي سيكون من الأسماء البارزة في بطولة الخليج التي ستقام في الكويت، وأنه سينافس بقوة على اللقب. كما أكد وبران أن العراق هو حامل اللقب في بطولة الخليج ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، مما يجعله مرشحا قويا للتتويج بلقب خليجي 26. خيسوس كاساس متحدثا لموقع الفيفا عن زيدان إقبال. شخصية زيدان مميزة حقا، بالإضافة إلى موهبته في الملعب، فهو لا يتردد في الهجوم. إنه لاعب جريء لا يخشى تحمل المسؤولية. في بعض الأحيان يمكن الاستعجال في مراحل التطوير بعض اللاعبين، وأعتقد أنه بسبب موهبة زيدان الخالصة تم الاستعجال على تطويره، ولم يتم صقل لياقته البدنية ولا قدراته الدفاعية بشكل كامل. لقد تطور بفضل موهبته الطبيعية، ولكن على المستوى الأعلى تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. من مهامنا جعل زيدان إقبال لاعب كرة قدم شامل. زيدان رائع في الهجوم، ولكن من أجل مشاركته بشكل مستمر، وهو أمر لم ينجح في تحقيقه حتى الآن، فهو بحاجة إلى التحسن في مجالات أخرى. تصريح محترم من المحترم مصطفى ناظم رداً على سؤال مراسل العهد: هل راح تكون متواجد بتشكيلة المنتخب؟ مصطفى: بصراحة القرار راجع للكادر الإداري والفني للمنتخب. المهم حالياً تجربة وجوه جديدة، والكادر يشوف اللي راح يحتاجه من أسماء تأهلنا لكأس العالم. كل التوفيق لجميع اللاعبين اللي راح يمثلون منتخبنا بكأس الخليج، وأتمنى ما يكون ضغط على المدرب والفريق إنه لازم نحقق إلا قلب. المهم عدنا نجرب لاعبينا ونوصل لكأس العالم وننطي فرصة للأسماء الجديدة. عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة. رياض هادي. كاساس لم يستدعي علي الحمادي إلى كأس الخليج بسبب عدم القناعة الفنية، ولم نفاتح ناديه أصلا. سامر سعيد. وحق هذا الماي، والله العظيم كاساس ما يريد زيدان إقبال، ويكول زيدان ما احتاجه. هذا يلعب لي بس من عندي الكرة، وهذا كلام كاساس حاجيها ويه بعض الناس ويستدعيه، لأني خاف من الهجمة الإعلامية. واكو شخص كله عوف موضوع زيدان، لا تفتح علينا الأبواب. في يوم من الأيام كان جلوان حمد ينتظر دعوة المنتخب السويدي الأول، وانتظر كثيرا حتى تقدم في العهر. بعدها عاد ومثل المنتخب في مباريات قليلة جدا، ولم يحظى بالمنتخب السويدي ولا العراقي. أحمد قاسم كذلك الآن ينتظر دعوة المنتخب السويدي الأول لتمثيل صفوفه، ولا الآن السويد تتجاهل اللاعب رسالة إلى أحمد قاسم. حتى وأن مثلت المنتخب السويدي الأول سيكون مصيرك مثل أمين الدخيل محارب، ولم تكون لك شعبية كبيرة بعدها ستكون نادما. أوربا لم تعطي الفرصة للاعبين العرب الأسيويين في منتخباتها، تعطي في للاعبين الأفارقة. كان من المتوقع من كاساس استدعاء لاعبين جدد لتجربتهم في بطولة الخليج الودية، بدلا من العودة للاعبي الخبرة مجددا مثل علي عدنان. هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون فرصة اللعب مع المنتخب، وهم: قلب الدفاع المتقدم يوسف الإمام، قلب الدفاع المتأخر رومان دولاتشي، قلب الدفاع أكرم هاشم، المدافع رسلان حنون، مدافع اليمين محمد دولار، مدافع اليمين آلان محيي الدين. كما ينبغي إعطاء الفرصة للاعب الارتكاز الممتاز الإسكندر أوراها، ولاعب الجناح الأيمن المهاجم أحمد فرحان، والمهاجم شيركو كريم الذي يعد من أفضل المهاجمين.
يجب أيضا منح فرصة حقيقية للمهاجم علي الحمادي، وكذلك للجناح الأيسر دانييلو السعيد. إذا كان الأمر يتعلق بالعودة إلى لاعبين انتهت فترتهم، فإن ذلك ليس مقبولا على الإطلاق. سامر سعيد: راح أخلص الرياضة العراقية من المواقع والصفحات، وإذا ما خليهم حالهم حال اللول، إني مو سامر. سؤال نطرحه عليكم: مع نهاية عام 2024 الحافل بالمباريات الكثيرة سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، ظهرت عدة أسماء للاعبين عراقيين سواء داخل العراق أو خارجها في الدوريات المحترفة. من برأيكم ترى أنه أهم وأفضل لاعب كرة قدم عراقي حالياً؟ نفط ميسان ينتصر على الكرمة بهدفين لهدف في دور نجوم العراق. فقط في دورينا. حكم مباراة الكرمة ونفط ميسان احتاج إلى 10 دقائق من أجل احتساب هدف نفط ميسان بواسطة VAR. هل يعقل أن يستغرق مراجعة هدف 10 دقائق لا صايرة ولا دايرة؟ يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن المواقع التي أعلنت عن طرح تذاكر بطولة خليجي زين 26 وهمية، وبأن جميع الأسعار التي ذكرت بالموقع غير صحيحة، وعليه يحذر الاتحاد جميع الجماهير من التعامل مع مثل هذه الحسابات الوهمية. ويؤكد الاتحاد أن إعلان طرح التذاكر سيكون عبر المواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. الكرمة يخسر على أرضه وبين جماهيره من نفط ميسان بهدفين لهدف في الجولة 10 من دور نجوم العراق. رون يانس مدرب نادي أوتريخت الهولندي عن زيدان إقبال: أردنا أن نرى ما إذا كان بإمكانه إثبات قدرته على جعلنا أكثر هدوءا مع الكرة. قام زيدان بعمل ممتاز، وهذا أعطانا مزيدا من الاستقرار في الاستحواذ على الكرة أمام إياكس. لتسهيل مهمة دخول جمهورنا إلى الكويت وحضور خليجي 26، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يلتقي وزير الداخلية. التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال اليوم الخميس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد. وجرى خلال النقاش استعراض القضايا كافة المتعلقة بدخول الجمهور العراقي إلى دولة الكويت ومؤازرة منتخبنا الوطني في منافسات بطولة خليجي 26 زين الكويت. وقدم رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال شكره الكبير للجهود الذي تبذلها وزارة الداخلية في تقديم وتسهيل دخول الجماهير العراقية إلى دولة الكويت لحضور ومؤازرة منتخبنا الوطني وتأمين المباريات وحفظ النظام في مختلف الفعاليات الرياضية. وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الداخلية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الداخلية، إلى جانب التركيز على القضايا التي تخص الأمن الرياضي، وفي مقدمتها ملاعب كرة القدم. من جهته، أشار وزير الداخلية إلى أهمية قيام وزارة الداخلية من خلال الجهات المختصة فيها بالعمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المحافل الرياضية، خاصة كرة القدم والمباريات التي تحظى بالاهتمام الكبير من الجمهور الرياضي.